كل واحد فينا دلوقتي عنده مشروع خاص بيه أو بيحاول يكون عنده مشروع خاص بيه أو مثلا شغال في مجال تسويق العمولة عشان يقدر يحسن من وضعه المادي ومن وضع حياته. ولكن كلنا عندنا نفس المشكلة وهي الستور بتاعنا أو المتجر الإلكتروني. إن إحنا لما بنيجي نعمل متجر إلكتروني بنلاقي أسعار عالية قوي إن إحنا منقدرش عليها، سواء لو كنا بنبدأ لسه أو بنلاقي صعوبة كبيرة قوي في إن إحنا نعمل المتجر ونقدمه للناس بشكل كويس. تمام، ولكن ما تقلقش، في الفيديو بتاع النهاردة أنا جايب لك الحل. طيب، فكل اللي عليك بقى ان انت بتخش على المتصفح بتاعك زي ما احنا اتعودنا ونكتب هنا ايزي اوردر. الافضل تكتبها بالعربي علشان تظهر لك على طول. فهنعمل هنا ايزي اوردر، هيظهر قدامنا اول لينك ده ندخل عليه، ومن هنا هنعمل اشتراك مجاني لان احنا اول مره نخش نسجل. طيب، زي ما انت شايف كده ظهرت لنا شويه حاجات هو بيطلبها مننا علشان يعمل لنا الاكونت بتاعنا. فكل اللي عليك انت بتدخلها له. يعني هو طلب منك اسم الموقع بتاعك، طبعا انت لازم تكون عارف اسم الموقع. لو مش عارف هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن، لينك الفيديو اللي فات انا شرحت فيه كل حاجه، وشرحت ازاي نختار الاسماء، وشرحت ازاي تبدا في المجال تسويق العموله من الاول لحد الاخر. فتجربه عمليه كامله لو انت عايز تتفرج عليها وتعرف انا ازاي. كمان انا عملت متجر وشغال وهوريه لك دلوقتي في الفيديو ان المتجر شغال. انزل اتفرج على الفيديو اللي هسيبه لك تحت في الديسكربشن او هسيبه لك في الاي اللي هتظهر هنا او هنا. طيب، فانت بتدخله اسم الستور بتاعك والعمله واسمك ورقم التليفون والبريد، وتدخله الباسورد ويقول لك اكتب الباسورد تاني مره واعمل ان انت مش روبوت واعمل انشاء حساب. بعد ما بتعمل الحاجات دي كلها بيدخلك على الستور بتاعك بالشكل ده. طيب، زي ما انت شايف كده اول حاجه ظهرت لينا ان متجر غير فعال. طيب، ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو جيت عملت مشاهده هلاقي المتجر مش شغال. طيب، ليه بيحصل كده؟ لان طبعا المتجر مش مجاني، يعني الخدمه بتاعت الايزي اوردر مش مجانيه. وده ليه؟ لان هي بتتيح ليك مميزات كتير قوي صعب تكون مجانيه. فاهم؟ يعني بتوفر ليك ان انت مثلا تروح لشخص تاني تتعامل معاه وتدفع له الوفات عشان يعمل لك الحاجات دي. هو بقى بيوفرها لك باسهل طريقه انت ممكن تعملها بنفسك. انت لو انت مش عارف اي حاجه انت ممكن تعملها بنفسك من غير ما تحتاج لشخص تاني خارجي تدفع له فلوس. فاهم؟ فصعب الخدمه تكون مجانيه. وغير كده انت مش مثلا هو مش متيح لك نظام الاشتراكات ان انت بعت ما بعتش لازم تدفع. لا، هو بيقول لك اشحن يا باشا محفظتك مثلا او اقل مبلغ ممكن تشحنه هو $5. فاشحن يا باشا $5 وهيفضل عندك في الحساب مدى الحياه. يعني بعت ما بعتش $5 هيفضل عندك. وغير كده هما بقى بياخدوا ايه؟ طبعا اكيد بيستفيدوا. فكل اوردر بيجي لك هما بياخدوا عليه 2 قرش بس. حتى انا هوريك كل الحاجات دي كلها. فكل اللي انت عليك طبعا انت تشحن محفظه، وصدقني لو شحنت محفظه انت بتوفر كتير قوي وبتبدا باقل حاجه انت ممكن تبدا بيها. كل اللي عليك انت تعمل شحن محفظتك ومن هنا تشحنه بالفيزا. لو محتاج ان انا اساعدك في ازاي تشحن المحفظه بتاعتك اتواصل معايا من اللينك اللي هتلاقيه في الديسكربشن. زي ما انتم شايفين اقل حاجه ممكن ابدا بيها هي $5. رصيد دائم مدى الحياه، خصم 2 سنت بس لكل اوردر. متجرك هيفضل شغال مدى الحياه، مفيش تاريخ لانتهاء الرصيد. يعني انت الرصيد هيفضل معاك مدى الحياه، بعت ما بعتش، قفلت الستور ما قفلتوش، هيفضل موجود عندك. ماشي؟ فبعد ما بتفعل بقى بيقدر ان انت تشوف الستور بتاعك. طيب، انا هقفل بقى الفيديو لان مش هعرف اشحن، لان انا مش هشحن طبعا الموقع ده لان انا مش محتاجه بعد كده، انا بس عامله عشان الفيديو. فخلينا نخش على موقع بالفعل عندنا ونشرح عليه الحاجات اللي احنا عايزين نشرحها سوا. طيب، زي ما شايفين كده انا رصيد الحالي $3 لان انا الموقع شغال او المتجر بتاعي ده شغال وبيجي عليه اوردرات. طيب، زي ما شايفين ان اول ما تسجل هيظهر معاك بالواجهه دي. الواجهه سهله مش صعبه وانا اشرح لكم فيها كل حاجه. طيب، اللي يهمنا في الاول هو الاعدادات. لما تخش على الاعدادات هنا بيظهر لك كل حاجه عن الستور بتاعك. هنا ممكن تغير الاسم لو حابب تغيره. هنا في حاجه اسمها اعدادات الدومين، ان انت تسجل الدومين بتاعك. طب ايه هو الدومين ده؟ الدومين ده مثلا شبه www.facebook.com، تمام، اللي هو الرابط بتاع الموقع بتاعك. طيب، ليه تشتريه؟ يعني انا حتى انت ممكن تبدا من غير، ولكن ليه تشتريه؟ عشان تبقى بروفيشنال، يكون احترافي، ويكون الدومين قصير او الرابط قصير. ليه؟ لان منصه ايزي اوردر بتديك سب دومين، يعني دومين فرعي على المنصه بتاعتها. فبتلاقي مثلا اللي هو الطويل ده، يعني خلينا مثلا اوريك كده، اللي هو الاولاني ده اللي هو اسم الموقع ولكن myeasyorder.com، فالاسم طويل ومش احترافي. فاهم؟ ولكن لما بتشتريه وبتسجله زي ما انت شايف كده شبه الاسم بتاع المتجر بتاعي، بيظهر ليك تحت كده بشكل صغير وشكل بروفيشنال كده حلو ولذيذ كده. فاهم؟ ولكن هل ده اجباري انت تشتري؟ لا، ولكن لو عايز تشتري يبقى افضل. عايز تشرح مثلا، عاوز تشوف الشرح ازاي تعمل كل الحاجات دي، هتلاقي هنا الافضل برضو في منصه ايزي اوردر، منصه عربيه تشرح لك كل حاجه باللغه العربيه. الدعم بتاعهم باللغه العربيه، حاطين ضيفه الشروحات، يعني حاطين ميزه الشروحات في كل مكان وفي كل قسم انت هتحتاجه. هتلاقي قسم شرح كده، هتلاقي فيديو بيشرح لك القسم اللي انت فيه زي ما انت شايف كده.
فهنسيبنا من كل ده ونرجع تاني للإعدادات. طيب هنا بيقول لك يا باشا انت عايز تضيف حاجة في الأول، يعني أول ما تدخل مثلا أي حد يخش على الموقع يلاقي حاجة مكتوبة فوق، مثلا خلينا نقول شحن مجاني عشان أوريك هي إيه. وعلى كل حاجة تعملها أو كل تغيير لازم تكتب بحفظ. وتيجي هنا نقول مشاهدة الموقع، زي ما انت شايف كده بيظهر فوق كده، هو ده الهيدر اللي بيظهر فوق شحن مجاني. طيب انت عملت ايه ازاي؟ مش هقول لك دلوقتي لان هي محتاجه اكواد برمجيه وحاجات من دي. لو عايزين نعمل ابجريد هتلاقي ان انا سايب لك الموقع بتاعي، انا بقدم الخدمه دي ان انا بظبط لك الستور بشكل كامل بشكل بروفيشنال باضافه اكواد برمجيه مش موجوده في ايزي اوردر وبسعر رمز طبعا. فهتلاقي اللينك في الديسكربشن لو حبيت تتعامل معايا. طيب خلينا نرجع للمتجر بتاعنا. احنا شفنا طبعا يعني ايه الهيدر او ايه الحاجه اللي بتظهر فوق. ندخل على حاجه بعد كده وهي لون الموقع. انت عايز لون الموقع ايه؟ مثلا انا عايزه برتقاني، فانا مش عارف كود البرتقاني، فهدخل هنا مثلا اقول كود اللون البرتقاني. تمام، بيظهر لك هنا بناخده مثلا. خلينا نخش على الموقع ده ونقول له ان انا عايز الكود ده كده. ونرجع للمنصة بتاعتنا ونقول له يا باشا انا عايز والله الكود ده. تمام، زي ما انت شايف كده بيضيفه ليك. هنا بيقول لك ارفع اللوجو بتاعك، يعني انت لو عندك لوجو خاص بترفعه من هنا. تمام. طيب لو انت ما عندكش لوجو عايز تعمل لوجو، هتلاقيني برضو شرحه في الفيديو اللي فات كل حاجه بالتفصيل، ولكن خلينا نعمل ركاب على السريع كده. يا تستخدم موقع كانفا يا تستخدم موقع تاني احترافي شويه اشرحه لك في فيديو تاني. هنا بيقول لك الايقونه المصغره. طب ايه هي الايقونه المصغره دي؟ الايقونه المصغره دي هي الايقونه انت شايفها اللي هي الصغيره اللي فوق دي، اللي هي الخضراء مثلا شبه منصه ايزي اوردر دي، هي الايقونه الصغيره دي. تمام. هنا بيقول لك ان مقاسها لازم يكون 16 في 16. فانت لما بتيجي تعمل مثلا الديزاين او التصميم بتحدد ان المقاسات الطول والعرض يبقى 16 في 16. فاهم؟ احنا هنسيب كل حاجه زي ما هي، انا مش هغير حاجه دلوقتي. هنا بيقول لك سعر الشحن، انت عايز تضيف مثلا سعر شحن ثابت لكل الاوردرات بتضيفه من هنا. هنا بيقول لك الفونت، يعني انت مثلا عايز يكون الفونت بتاعك اللي هو ايه، الخط بتاع الموقع بتاعك. شايف الخط ده؟ خلينا نغيره مثلا سوا عشان برضه اوريك الفرق. هنا هو بيتيح ليك بعض الخطوط العربيه والحاجات دي كلها، فخلينا مثلا نختار ده ونشوف ايه ده. انا معرفوش بصراحه، يعني هنجرب مع بعض دلوقتي. خلينا نخش ونعمل ريفرش. زي ما انت شايف كده غير لينا الخط فوق هنا. تمام، فخط الموقع بقى متغير. طيب الخط ده ليه مش متغير؟ لان انا مختاره ومحدده بالكود بتاع البرمجي اللي انا ضفته، انا مختار الكود ده. فاهم؟ يعني الكود بتاع الفونت ده. فخلينا نرجع ونحدد مثلا فونت تاني. خلينا في الاولاني ده لان انا بحبه شويه، ونعمل حفظ. زي ما انتم شايفين كده ظهر قدامنا دلوقتي بالشكل ده. فمن هنا انت بتقدر تحدد الخط بتاعك. وبعد كده بيقول لك العمله انت تقدر تغيرها من هنا. لو عايز مثلا تبيع في السعوديه تقدر تختار الريال السعودي، وكل حاجه بتختارها من هنا. فحتى منصه ايزي اوردر مش بس متوجهه للمصريين، لا ده لكل العالم كله. انت ممكن تستخدمها عشان تبيع في اي حته. فاهم؟ فما اعتقدش ان هو خساره فيها $5 اللي انت بتدفعهم. هما والله لا اعلان ولا انا اعرفهم ولا اي حاجه، بس انا بتعامل معاهم وحرفيا المنصه سهله قوي وسهلت عليا حاجات كتير قوي في التجاره الالكترونيه بتاعتي. طيب بعد كده بيقول لك الدوله انت عايز تبيع فين. انت هنا طبعا بتسيبها مصر لان احنا عايزين نبيع في مصر، ولكن انت عايز تبيع في بلد تانية بتحددها من هنا. هنا بيقول لك المنطقه الزمنيه، الافضل انت تحددها على المنطقه الزمنيه اللي انت فيها. انت مثلا في السعوديه بتحدد السعوديه عشان برضو يحسب لك الوقت يكون متناسق مع بعض. تمام. هنا الافضل انت تحمل دول او تفعلهم، اللي هو يقول لك ايقاف الاختيار العشوائي للمناطق الشحن، اضافه ايقاف الاختيار التلقائي للمتغيرات. فانت بتفعلهم عشان كده العميل ما يتوهش، هو اللي لازم يسجل كل حاجه. هنا بيقول لك الحد الاقصى لعنصر الطلب، يعني انت لو عايز مثلا تحدد ان اقل كميه والله انت لازم تطلبها من الموقع بتاعي مثلا قطعتين، فانت بتحدد من هنا. لا احنا بنسيبها صفر لان العميل لازم يكون حر. تمام. طيب بعد كده بقى يا باشا في حاجه اسمها سياسه المتجر. سياسه المتجر دي انت بتضيف المعلومات بتاعه المتجر بتاعك. فاهم؟ فانت عايز تفعلها تمام. عايز تشوف شرح بالتفصيل قوي 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 هتلاقيهم شرح لك هنا. وانا طبعا مش هشرح لان انا مش حابب يعني ان انا اخش في التفصيل دي، لان احنا بنستخدمها من حته تانية. انا بقى اللي هي اضافه كود الى الهيدر. طيب اضافه كود الى الهيدر ده معناه ان انت تضيف كود مثلا. خلينا نخش على السوق بتاعنا.
انت بتضيف كود لاي حاجه تظهر هنا، فاهم؟ لو مثلا عايز تضيف البكسل بتاعك ولكن البكسل هنا ما بيتضيفش بروابط، لا ده هو بيتضاف باي دي وهوريه لك دلوقتي. ولكن انت عايز تضيف مثلا كود اداه تتبع او اي حاجه ممكن تضيفها هنا، على عكس مثلا ما تخش في البادي وتبحث عن البادي والهيدر ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، لان هي حاجات برمجيه شويه واي غلطه فيها ممكن تضيع الاسطول بتاعك. فهو هنا بيسهل عليك، بيقول لك يا باشا اديني انت الكود من هنا حطه لي وانا اضيفه لك في المكان المفروض يتضاف فيه، فاهم؟ فاسهل من كده ما اعتقدش ان هو موجود يعني. طيب وبعد كده لازم طبعا تعمل حفظ في اي حاجه انت بتعملها. بعد كده نخش على اعدادات السي او اللي هي اعدادات محركات البحث. هنا بيقول لك اكتب اسم الموقع بتاعك يا باشا، اكتب له وصف او ديسكريبشن، اكتب حط مثلا الصورتين اللي انت حاططها فوق، فاهم؟ بوابات الدفع طبعا هو هنا بيكون مفعل بالوضع الديفولت اللي هو الدفع عند الاستلام، لان في مصر الدفع عند الاستلام هو اشهر حاجه. انت مثلا شغال في مثلا في السعوديه في منصه تابي ده اللي هي شغاله في السعوديه اعتقد، في منصات كتير قوي، في المنصه اللي بتاع الكاشير ده اللي هي بتضيف او بتتيح ميزه الدفع بالفودافون كاش والمحافظ الالكترونيه في مصر، ممكن طبعا تفعلها من هنا. وزي ما انت شايف بيقول لك ميزه والفيزا والمحافظ الالكترونيه وكمان بالوي، فاهم؟ فبتفعلها طبعا لازم يكون عندك اكونت على اي منصه من دول، فانت بتعمل عليها اكونت وبعد كده بتيجي هنا تضيف الاي دي بتاعه. حابين ان انا اشرح الحاجات دي كلها بالتفصيل، اكتب تحت في التعليقات وانا اشرحه في اقرب وقت. طيب بعد كده معانا اعدادات البكسل. زي ما انت شايف كده بيقول لك يا باشا اوعى تربطه في صفحه الثانك يو اللي هو صفحه الشكر، او اوعى تضيف الكود كامل، انت بس محتاج الاي دي. زي ما انت شايف كده انا ضايف الاي دي، طبعا شرحت الحاجات دي كلها في الفيديو اللي فات، فلازم تتفرج على الفيديو. يعني مهم قوي تتفرج على الفيديو ده، ومهم قوي تتفرج على فيديو البيكسل برضو لان انا شرح فيه كل الحاجات دي كلها، تمام؟ وهنا بيقول لك التيك توك، لو انت عندك مثلا البيكسل بتاع تيك توك تقدر تضيف بس الاي دي طبعا بتاعه برضو هنا. وبعد كده بيقول لك سناب شات، لو انت مثلا في السعوديه، لان في السعوديه بيستخدموا سناب شات اكتر، فانت لما تيجي تسوق اليوم تسوق عن طريق سناب شات، فممكن تضيف الاي دي بتاع البيكسل بتاع السناب شات من هنا وبيتضاف على طول في الموقع. طيب وبعد كده معنا ايه تاني؟ خلينا نرجع على الاعدادات. بعد كده يا باشا معانا اعدادات الجوال تاج، سيبنا منها لان هي صعبه شويه ومحتاج اشرح بالتفصيل اكتر. طيب بعد كده بيقول لك اعدادات تسليم المنتجات الرقميه. دلوقتي ايزي اوردر بتتيح ان انت ممكن حتى تبيع المنتجات الرقميه، يعني مش عايز مثلا تروح لمنصه تانية عشان تبيع منتجات رقميه، بالعكس هي دلوقتي بقت بتتيح الميزه دي. انت بتخش هنا وبتفعل مفعله لازم تفعلها، وبعدين تفعيل مثلا عن طريق البريد الالكتروني، ان هو الحاجه لو العميل اشتراها توصل له على البريد بتاعه من هنا، وتقول له انت ممكن تستخدم الاكواد دي عشان يقول لك ايه خد اسم العميل، فانت تختار الكود ده تقول له اكتب، لازم تكتب هنا في القالب بتاع البريد الكود ده علشان يجيب اسم العميل اللي اشترى، فاهم؟ فبتقول له اسم الراسل، بتكتب اسمك وموضوع البريد والحاجات دي كلها، فبتظبطها انت على طريقتك. محتاج شرح تفصيلي طبعا زي ما قلت لك ان هم هنا ضايفين ميزه الشرح على طول. عايز انا اشرحه لك انا بطريقتي انا بطريقه مفصله وبطريقه سهله، اكتب تحت في التعليقات وانا اشرحه لك. طيب اشعارات الطلبات. اشعارات الطلبات ده يا باشا لو انت عندك مثلا، هم عندهم طبعا التطبيق بتاعه ممكن تحمله على التليفون بتاعك، متاح للاندرويد ومثلا الايفون، فانت بتفعله وبتقول ان انت عايز تفعل الاشعارات. لو جالك اوردر جديد يجي لك في الاشعارات، جالك مثلا ميس اوردر او مثلا اوردر مفقود والحاجات دي كلها يجي لك برضه الاشعارات. زي ما انت شايف كده انا مفعله على الايفون بتاعي، تمام؟ طيب هنا طبعا بتقول له تفعيل وبس، هو كده بيشتغل. بعد كده بيقول لك هنا الصفحات. زي ما انت شايف كده هو بيكون في صفحات موجوده بشكل ديفولت، تمام؟ شبه مثلا سياسه الخصوصيه، سياسه الاستبدال واسترجاع، سياسه الشحن، سياسه الاستخدام. لازم تضيف الصفحات دي عندك في المتجر بتاعك. غير كده بتعرض نفسك لمسألة قانونيه، بتعرض نفسك لعدم الثقه من العملاء، فلازم تضيفها بشكل منسق وبشكل احترافي وبشكل صح. لان كمان حاجه انت ما تعرفهاش ان فيسبوك قبل ما بيعمل لك مثلا، لو انت عملت اد على فيسبوك بيخش على الموقع بتاعك ويشوف انت ضايف الصفحات دي ولا لا. لو مش ضايفها ساعات ما بيقبلش الاد بتاعك، او لو قبله ما بيوصلش لناس كتير، بيعمل عليك تقييدات لان انت مش ضايف الحاجات دي. فلازم تضيفها بشكل يعني افتراضي، او مثلا مفروض عليك انت تضيف الصفحات دي، مفروض عليك انت تضيف الصفحات دي، فاهم؟ فانت بيكون موجود عليها يعني منصه ايز اوردر بتوفرها لك بالشكل الديفولت بتاعها. فانت لو عايز تعدل في حاجه تعمل هنا تعديل وبتكتب كل اللي انت عايزه هنا، تمام؟ طيب زي ما انت شايف هنا بيقول لك انت لازم تفعل الصفحه، فبتفعلها من هنا. ظهور في الهيدر زي ما قلت لك عشان تظهر فوق هنا، زي ما انت شايفها زي هي ظاهره بالفعل هنا. ظهور في الفوتر. طيب ايه الفوتر ده؟ اللي هو الصف اللي تحت ده، اللي هو الجزء اللي تحت ده، فانت عايزه طبعا يظهر برضو هنا، فبتقول له ايوه فعله، تمام؟ طيب
بعد كده بقى يا باشا انت بتظبط الصفحات بتاعتك. يعني انت هنا اهو عندك صفحات جاهزه، عايز تنزل الصفحه انت جديده من هنا بتعمل انشاء وبتظبط الصفحه. طبعا زي ما انت شايف صح لان هي ظاهره هنا، وصح لان هي ظاهره هنا، وصح لان هي نشطه يعني الصفحه شغاله. تمام. طيب نيجي بقى على جزء مهم، اعدادات المظهر. طبعا الزرار ده بتوفر ليك 4 أو 6 سمات تقريبا شكل مجاني وسيمين بشكل مدفوع. طيب ايه هو السيم ده؟ هو شكل الموقع بتاعك. فانا زي ما انتم شايفين كده انا كنت مختار السيم ده، فخلينا نغيره عشان اوريك برضو السيمات بتشتغل ازاي. انت عايز مثلا تشوف السيم قبل ما تحطه على الموقع بتاعك، بتعمل له معاينه بيفتح لي بالشكل ده. زي ما انت شايف كده في اشكال كتير وفي سيمات كتير وفي ديزاينات كتير موجوده. تمام. فاحنا مثلا هنقول انا عايز اعمل افعل ده، فبتقول له تاكيد، ومن غير ما تعمل اي حاجه بتيجي هنا تعمل ريفرش. ما بيبوظش ليك مثلا المتجر بتاعك، لا بيطبق السيم على المتجر بتاعك. فزي ما انت شايف كده طبق لي السيم اهو زي ما انت شايفه كده شكل جديد ده. زي ما انت شايف شكل كويس بصراحه عاجبني. هنا عرض كل المنتجات، بيعرض كل المنتجات. لو دخلنا على صفحه البيع بتبقى قدامك بالشكل ده. زي ما انت شايف كده بيكون بشكل كويس يعني بشكل احترافي. طبعا انت لو احتجت بقى تعمل مثلا ده مع شخص خارجي هتدفع له مش اقل حاجه 10000 جنيه. فانت هنا الميزه ان ايزي اوردر بتديهولك ببلاش. في سمات تانية في سمات تانية، فانت بتاخد لفه بقى وتشوف السيم اللي عاجبك وبتشتغل عليه. فاهم؟ فدي طبعا هسيبها لك لان انت دي بتبقى اختيار شخصي شويه. طيب هنا يا باشا لو انت عندك مثلا سيم جاهز او اتكلمت مثلا مع مطور وقلت له اعمل لي سيم وعمله لك، هنا بترفعه وبيشتغل على المنصه. طيب تعديل الصفحه الرئيسيه. يعني ايه تعديل الصفحه الرئيسيه؟ يعني انت يا باشا بتعدل بقى كل حاجه اللي موجوده عندك في الصفحه الرئيسيه بتاعتك، زي مثلا السلايد اللي بيتحرك زي ما انت شايف قدامك كده، او المنتجات او الاقسام او الحاجات دي كلها، فانت بتقدر تعدلها من هنا. طيب انا عايز يا باشا هحذف ده. تمام. وهضيفه من اول وجديد. في حاجه على جنب اللي اسمها شريط الصور الرئيسيه، فانت بتضيفها. لو ضفتها هتلاقي ظهر لك تحت، فانت مضطر ان تنزل تحت كده وتعمل من السهم اللي فوق ده. اطلع يا باشا فوق، اطلع يا باشا فوق، اطلع تاني يا باشا فوق، وبتفضل تطلعه فوق لحد ما بيظهر بقى لأول الصفحة بتاعتك. تمام. طيب أنا عايز أغير بقى الصورة دي، يعني أنا عندي صورة تانية عايز أضيفها بسيطة. بتيجي هنا تعمل إعدادات، بيقول لك هنا شاشة الكمبيوتر، شاشة التليفون. فأنت بتعمل هنا يا باشا استبدال الصورة. خلينا مثلا نختار الصورة اللي موجودة عندنا. تمام. وهنا بيحمل لك الصورة بيرفعها لك وبتبقى بالشكل ده. زي ما انت شايف الصورة دي احترافية بالمعنى اللي هو احترافية. عايز نشرح لك كل التفاصيل دي، عايز نقدم لك الخدمة دي، هتلاقي اللينكات كلها موجودة في الديسكريبشن. تمام. طيب هنا بيقول لك يا باشا انت عايز الصفحة دي او الصورة دي لو انا ضغطت عليها تودينا على حاجة ولا عايزها بس منظر؟ انت طبعا تقول له لا تودينا على حاجة، وبتختار من هنا مثلا منتجات. تمام. ومن هنا يقول لك اختار المنتج اللي انت عايزه يروح عليه لو ضغط عليه. فمثلا نختار شورت رياضي جاردن ونعمل تعديل. طيب زي ما انت شايف كده ظهر معانا بالشكل ده. خلينا نعمل حفظ التغييرات ونيجي على الموقع بتاعنا، نرجع كده ونشوف هل ظهرت في الموقع ولا لا. زي ما انت شايف كده ظهرت قدامنا بالشكل اللي انت شايفه ده، ولو جيت ضغطت عليها هتنقل لي على الشورت الجاردن اللي انت شايفه قدامك ده. طيب نرجع تاني هنا. عايز تضيف صورة تانية يا عم؟ انا عايز اضيف صورة تانية، مش عايز بس صورة واحدة. هتضغط على الاعدادات ويقول لك اضافة صورة تانية. تضغط على اضافة صورة تانية بيقول لك يا باشا حط الصورة التانية اللي انت عايزها. طيب عايز تحط صورة مختلفة مثلا للكمبيوتر مثلا التليفون من هنا، فانت هو هنا بشكل يعني ديفولت بيختار الصورة اللي حاططها للكمبيوتر والتليفون. انت عايز تحط صورتين مختلفتين عادي، عندك الاختيار كله وعندك الحرية ان انت تعملها. تمام. ويخلينا هنا كده ننزل ونقول ده يا باشا انا عايزه لما يضغط عليه حد يخش يوديه على قسم مثلا الترنجات. تمام. ونعمل تعديل ونعمل هنا حفظ ونرجع كده ونشوف هل اضافت معنا الصورة ولا لا. تمام. وزي ما انتم شايفين كده اضاف قدامنا الصورة الجديدة، ولو ضغطنا عليها هيودينا على قسم الرجالي اللي احنا موجود عندنا في الستور. تمام. فهمنا الحتة دي. انا عايز يا باشا اضيف بقى اقسام، فانا بعمل هنا اضافة الفئات او الاقسام، ومن هنا يظهر لك طبعا تحت وبيظهر لك الاقسام بالشكل العادي. الحاجات الموجوده عندك في الستور عايز تغيرها عايز تعدلها بتعدل كل حاجه من هنا. طبعا بتحطها في المكان اللي انت عايزه عن طريق السهم ده، او انت تاخدها مثلا كده وتتحرك بيها في الستور بتاعك. فاهم؟ طيب انا عايز يا باشا اضيف منتجات مميزه مثلا، فانت هنا بتقول بتسمي مثلا الاعلى مبيعا مثلا،
وبتقول له انا عايز تظهر لي القسم بتاع السبورت مثلا. تمام. طيب وتعمل تعديل، هيظهر لك هنا طبعا زي ما انت شايف كده، ظهر لك وجاب لك المنتجات الموجوده في القسم اللي انت حددته. فاهم؟ عايز تضيفها في الاول عادي يا باشا زي ما احنا اتفقنا، بتعمل كده وبتضيفها في المكان اللي انت عايزه. طيب عايز اضيف قائمه منتجات، بتعمل من هنا وتقول له يا باشا انا والله عايزك تظهر لي مثلا الشورت، وتكتب هنا مثلا الاسم تسميه شورت. تمام. وبتقول له تعديل، بيظهر لك تحت زي ما انت شايف كده القسم بتاع الشورتات او البرمودات، وبيظهر لك المنتجات الموجوده فيه. عايز يا باشا تضيف شبكه منتجات بسيطه من هنا، وبتعمل برضو كده، وبتعمل تسمي الاسم هنا زي ما انت شايف مثلا سبورت، وبتعمل تعديل بيظهر قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. ممكن هنا تكتب مثلا بدل سبورت دي عشان تبقى بشكل بروفيشنال، تعملها مثلا هنا، انا حتى بفضل الطريقه دي، وبعمل هنا الاعلى مبيعا، وبعمل تعديل وباخده من هنا كده وبوديه فوق. تمام. وبوديه فوق زي ما انت شايف كده ظهر قدامك بالشكل ده. احنا كده شرحنا كل الفئات دي، ممكن تقلب فيها طبعا، لان انا ما اقدرش اشرح لك كل حاجه بالتفصيل، لان لو كده الفيديو هيطول مني، هنقعد يوم كامل نشرح. فاهم؟ فانا بشرح لك الفكره وانت تخش تجرب وتشوف وتستكشف انت كمان بنفسك. طيب وبعد بقى ما عملنا كل التعديلات ده، خلينا نرجع هنا تاني. فهمنا طبعا قسم تعديل الصفحه الرئيسيه، في حاجه اسمها تحتها بقى ايه؟ نموذج الشراء. بقى نموذج الشراء ده يا باشا، نموذج الشراء ده هو عباره عن البيانات بتاعه العميل اللي المفروض يدخلها عشان يعمل الاوردر. فانت طبعا بشكل ديفولت بشكل افتراضي هو بيضيف لك الحاجات الاساسيه، فطبعا زي الاسم. تمام. وبيقول لك هنا تفعيل، وبيقول لك لازم يدخل اسم. يعني انت لو مثلا عملت كده ولغيتها، العميل ممكن يتغاضى عن هو يدخل اسمه، لكن دي حاجه طبعا افتراضيه وحاجه مهمه قوي، فلازم تعملها بشكل افتراضي او ان هي مفروضه ان العميل يدخلها. وبعد كده رقم التليفون طبعا هو متفعل، وبعد كده الدولة يعني أنا ألغيها لأن هي مش مهمة، وبعد كده يقول لك المحافظة أنا مفعلة وخليها بشكل ديفولت يعني افتراضي، والبريد أنا كنت مفعله وبعدين قفلته لأن طبعا في مصر مش مشهور قوي عندنا الحاجة دي، يعني الناس كتير مش بتستعملها. وهنا طبعا العنوان فبتفعل طبعا وبتخلي إنه افتراضي، وبعدين هنا بديل، وبعدين لكن البديل ما تخلوش افتراضي لأن العميل عادي ممكن إحنا نتكلم عن طريق التليفون الأولاني. وهنا طبعا تضيف له ميزه الملحوظات لو عايز يضيف حاجه، لو عايز يكتب لك حاجه، وتعملها تفعيل، وبعد كده تعمل حفظ. اعدادات الشحن يا باشا، لو انت رابط الشحن بتاعك بمثلا افليت، انت ممكن تنقل المحافظات والاسعار بتاعت الشحن على طول. لو انت بقى عايز تعمل كل حاجه مانولي او بالعادي بنفسك، ممكن تعمل هنا يا باشا الدوله، وبعدين ممكن هنا تحدد سعر موحد مثلا او سعر لكل مدينه. فاهم؟ يعني انت ممكن تعمل سعر موحد اللي هو السعر عندك الشحن ثابت، او سعر لكل مدينه. عملت سعر لكل مدينه، هنا بقى بيقول لك اكتب اسم المدينه وسعر الشحن بتاعها، اسم المدينه وسعر الشحن بتاعها. فطبعا دي قصه طويله قوي. فاهم؟ فالافضل انت تعمل سعر موحد، هي تربط مثلا بمثلا منصه افليت وتنقل على طول شركات الشحن بالاسعار بتاعتها. تمام. بعد كده بقى يا باشا صفحه تعديل، صفحه الشكر. صفحه الشكر بقى دي الصفحه النهائيه اللي بتظهر للعميل لما بيعمل الاوردر وبيسجل الاوردر. زي ما انت شايف الشكر على ثقتك فينا، في اقرب وقت فريق العمل يتواصل معاك عشان ياكد معاك الاوردر. فاهم؟ فلازم تفعلها طبعا، تكتب حاجه كده حلوه، ولازم تفعل زر العوده للصفحه الرئيسيه اللي هو انت تخليه يرجع تاني للموقع، يمكن مثلا ياخد لفه تانية يجيب حاجه تانية يشتري. ولازم تحت تقول له تظهر له بعض المنتجات كده اللي هو ممكن يحتاجها او يشوف منتج تاني يعجبه. فاهم؟ فانت هنا بتحدد المنتج او الحاجه اللي انت عايزها تظهر له. تمام. فانت من هنا بتحدد القسم اللي انت عايز يظهر له تحت لما بيعمل منتج او بيعمل الاوردر. بعد كده رابط التواصل الاجتماعي. رابط التواصل هنا انت بتضيف البيجات بتاعتك بقى، بيج الفيس والانستجرام بتضيفها من هنا بكل تفصيل. عندك يا باشا تويتر ضيفه، عندك لينكد ان ضيفه، عندك تيك توك ضيفه، عندك يوتيوب ضيفه، عندك سناب شات ضيفه. فانت عندك كل المنصات. طيب تخش دلوقتي بقى على رابط الموقع بتاعنا. رابط الموقع بتاعنا ده بيكون السب دومين بتاع ايز اوردر. فاهم؟ لان انت عايز الدومين بتخش على اول حاجه اللي احنا شرحناها في الاول اللي هي اعدادات الدومين الموجوده هنا. لو دخلت على اعدادات الدومين، فاهم؟ لكن هنا بقى لما تخش على رابط المتجر ده بتعدل السب دومين اللي هو بتاع ايزي اوردر اللي هو الاولاني ده اللي هو الطويل. فاهم؟ بعد طبعا انت ممكن تغير الاسم عادي براحتك. بعد كده بقى الحاجات الاخيره دي انت مش هتحتاجها. تمام؟ انت كشخص لسه بيبتدئ مش هيحتاجها. طيب
طيب حاجة مميزة بقى في ايزي اوردر طبعا اللي هي شبه شوبيفاي شوية، هي التطبيقات. يعني عندك في ايزي اوردر بيديك تطبيقات ممكن تحطها او تنزلها على الستور بتاعك وتستفيد بيها. مثلا خلينا ناخد لفة كده على السريع. تطبيقات زي مثلا تكامل مع شوبيفاي، انت ممكن تربط الايزي اوردر بتاعك مع شوبيفاي. كونفرجن اي بي اي ده اللي هو مخصوص البيكسل، ممكن تشغله عادي. والافضل برضه ان في حاجات كتير قوي مجانيه، يعني انت مش محتاج تشتري حاجه قليله او ممكن تشتريه. اعدادات البيكسل مجانيه زي ما انت شايف. اعدادات اللي هو الابسيل والحاجات اللي انت مثلا تعمل عرض، انت لو اشتريت كام قطعه تاخد خصم، ممكن تفعلها زي ما انت شايف كده بشكل مجاني. تكامل مع جوجل شيت، لو انت مثلا شخص بيعرف يستخدم الحاجات بتاعه المايكروسوفت الحاجات دي ممكن تفعلها من هنا عادي. تكامل مع جوجل تاج برضه تفعلها من هنا عادي. ويب كوميرس، مثلا جوجل. تمام. انجزني ده منصه افليت، لو انت عايز تربط بين منصه الافليت بتاعت انجزني موجوده. المنصه دي شبه اللي هي منصه الميديا بايرز ومثلا اللي هم الماركتيرز والحاجات دي كلها، ممكن تربط منها عادي. فاهم. ممكن تعمل رابط مخصص لكل منتج منها عادي جدا. ممكن هنا بقى الفي بي ان، ان انت تحكي بين حد مثلا لو انت بتبيع في مصر حد مثلا من بره يطلب. فاهم. فانت بتعمل فعل الميزه دي عشان اللي بيطلبوا بس الناس اللي عايشه في مصر، عشان تتجنب برضو مثلا الاوردرات اللي ملهاش لازمه، الاوردرات اللي هي من بره انت مش هتقدر تشحنها. فاهم. فبتفعلها من هنا عادي جدا ومجانيه. مثلا الكتالوج والحاجات دي كلها، وانت في التحقيق عبر الواتساب والحاجات دي كلها. ومنصه التاجر موجوده هنا، يعني منصه التاجر موجوده بشكل مجاني، تقدر تربط بينها وبين ايزي اوردر. وطبعا الباورد باي ايزي اوردر اللي هو مثلا لو انت دخلت على الموقع بتلاقي هنا بدل جميع الحقوق محفوظه بتلاقي باورد باي ايزي اوردر، فانا هنا طبعا لغيها، وهي طبعا بتديها لك الميزه انت تلغيها عادي جدا. وهنا طبعا الكوبونات والحاجات دي كلها والكروس سيلينج والحاجات دي. فاهم. فانت خد لك لفه وشوف التطبيقات، وشوف التطبيقات اللي ممكن تستفيد بيها. هنا طبعا في تطبيقات تانية كتيره جدا، فانت بتخش وبتشوف يا باشا التطبيقات الايزي اوردر بيديها لك. تمام. طيب احنا يعتبر كده خلصنا، ولكن في حاجه اخيره عايز اقولها لك، ولكن مش هشرحها في الفيديو ده لان محتاجه فيديو لوحده، وهي اللاندنج بيج او صفحات الهبوط او الفانلز. زي ما انت شايف ان ايزي اوردر برضو بتديك الفانلز يا باشا. يعني انا مش عارف انت محتاج اكتر من كده، او ليه مستغلي $5 انت تدفعه من المنصه يا باشا بتديك كل حاجه. انت ممكن تعمل كل حاجه من نفس المكان، يعني انت مش محتاج تروح لمنصه تانية عشان تعمل لاندنج بيج، لا المنصه بتعمل لك بشكل احترافي جدا زي ما انت شايف كده. فاهم. انت ممكن تعمل لاندنج بيج من هنا، ومش بس كده، هي هتديك كمان تصميمات جاهزه تتعامل معاها، تعدل عليها على طول زي ما انت شايف، بدل التصميم 10 و20 تصميم زي ما انت شايف كده. فاهم. وفي منهم اللي بالعربي وبالانجليزي. فانت قول لي انت محتاج ايه اكتر من كده. يعني انت لو محتاج اكتر حاجه اكتر من كده قول لي، وانا اشوف لك ليها حل، اشوف لك ليها طريقه. تمام. طيب حاجه اخيره برضو نشرحها، المنتجات. انت يا باشا مش رابط بين الايزي اوردر بتاعك ومنصه افيليت، عايز تضيف المنتج لوحده بسيطه. هنا طبعا هم شارحين لك الحاجات انت ازاي تعملها، ولكن انت بتعمل هنا انشاء يا باشا، وبتدخل كل بيانات اسم المنتج والرابط بتاعه والوصف والسعر، ومن هنا بتضيف الصور. تمام. ومن هنا بتعمل هنا ممكن تعمل لاندنج بيج مثلا للمنتج من جوه، ولكن الميزه دي محدوده شويه، يعني التصميمات بتاعتها محدوده، فالافضل انت تعمل بالفانلز، الميزه اللي انا لسه موريها لك من شويه. طيب منتج متعدد الخواص، يعني انت مثلا لو المنتج بتاعك فيه مثلا الوان او مقاسات تقدر تضيفها من هنا. انت فاهم. اعدادات المتقدمه بقى دي ركز معايا فيها قوي. اول حاجه لازم تفعلها دايما هي تفعيل الزر الثابت اسفل الصفحه للشراء. تاني حاجه تفعيل المراجعات، ان انت الريفيوز، وكمان تفعل عرض عدد الزوار الوهمي، وتفعل من هنا كده تخليه مثلا من 10 لمثلا 30. تمام. وبعد كده تفعيل خاصيه المخزون الوهمي، ان انت بتقول للعميل والله ده فاضل 5 قطع بس الحق. فاهم. وبعدين تقول له ده فاضل على العرض ده مثلا ساعتين. فاهم. الحق. احنا مثلا نخليه ساعة. فاهم. وبعدين تقول له حفظ. فاهم. بعد ما تدخل كل البيانات دي بتقول له حفظ. طيب حاجة تانية لازم تفعلها ولازم تتأكد ان هي متفعلة، اعدادات المخزون. بتيجي هنا وتقول له يا باشا اتبع لي بعد اذنك المخزون ده، لو انت رابط بين مثلا منصة افليت. فاهم. لو انت مثلا عندك كمية فبتقول له هنا الكمية بتاعت الكلية كذا، بتقول له يا باشا بعد اذنك تتبع لي الكميه دي، وشوف كل ما بتخلص شيل لي منها الكميه اللي خلصت او اتباعت، وشوف الكميه اللي فاضله وشوف فاضل قد ايه، ولما ينتهي شيلهولي. فاهم. يعني انت لما ينتهي شيلهولي من المتجر. فاهم. وبتعمل بعد كده حفظ. طبعا عايز طبعا شرح تفصيلي منهم موجود عندهم. تمام. طيب حاجه اخيره برضو ايزي اوردر بتعملها وانا يعني حقيقي مبسوط بيها قوي، الايزي كاتالوج. فاهم. انت ممكن تعمل لهم ايزي كاتالوج، يعني انت
تعمل الكتالوج اللي انت ممكن تضيفه على فيسبوك في الاعلانات. طيب سيبنا من ده، خلينا يا باشا نخش بعد ما تضيف المنتجات بتاعتك بقى، ما تستعملش انت ده، تعالى هنا واعمل تصديق لكتالوج فيسبوك، وبعدين تعمل تاكيد وهيتحمل لك على طول لينك كده في المنتجات الموجوده عندك بالاسعار بتاعها بكل حاجه، تستخدمها على طول بشكل جاهز في الاعلانات بتاعتك على فيسبوك او تيك توك، فاهم؟ فاكتر من كده انا ما شفتش. تمام. اخر حاجه بقى بعد المنتجات طبعا هي الاقسام. انت مثلا عندك يا باشا بتبيع لرجالي مثلا وحريمي ورجالي، تمام، وعايز تضيف اقسام، انت عايز تضيف قسم حريمي وقسم رجالي، بتعملها ازاي؟ بسيطه، بتيجي هنا على كلمه الاقسام يا باشا وبتعمل هنا انشاء قسم جديد، وبتقول له انا عايز يا عم ابيع حريمي، وعايز من هنا الرابط لازم تكون متاكد ان الرابط اللي بتكتبه هنا بالانجليزي، فبتكتب وومن بالانجليزي، تمام، لو كتبته بالعربي مش هيقبلوا منك. وبعد كده تقول له انا عايزه يظهر فوق. طب يظهر فوق فين؟ هيظهر هنا فوق هنا زي ما انت شايف كده. الحاجات دي طبعا الحاجات دي انا ضفتها دلوقتي عشان برضه نجرب اوريك. فانت بتقول له يا باشا انا عايزه يظهر في الهيدر فوق هنا، فبتقول له بعد كده بتقول له حفظ، هيقول لك ارفع الصوره، فهو طبعا انت لازم تضيف له صوره، فانت من هنا بتضيف له اي صوره مثلا تعبر عن القسم اللي انت ضفت، مثلا وومن مثلا لان انا قلت حريمي، وتستنى شويه هيحمل لك الصوره، وبعد يا باشا ما الصوره بتحمل بتظهر لك هنا فوق كده. تمام يا سيدي. وبعد بقى ما بتضيف الصوره الحاجات دي كلها بيظهر معاك او زي ما انت شايف كده بالشكل ده، وبيظهر معاك لو احنا دخلنا على الستور بتاعنا هنلاقي بيظهر معانا في الهيدر اللي فوق دي. طيب انا عايز بقى لو احنا مثلا دخلنا على حريمي مش هنلاقي فيه منتجات، فاهم يعني؟ هنلاقي بس القسم ده عشان انا كنت حاطط القسم ده تحت القسم ده. طيب لو احنا دخلنا برضه على المنتجات كده مش هنلاقي فيه حاجه، يعني المنتج فاضي، يعني القسم فاضي، مفيش حاجه، مفيش منتجات. اعمل ايه عشان اضيف المنتج هنا؟ بسيطه، كل عليك انت لما بتيجي هنا وبعد كده بتروح على كل المنتجات وتخش مثلا على منتج معين، تمام، بتلاقي تحت كده في حاجه اسمها الاقسام هنا زي ما انت شايف، فبتعمل كده بتقول له انا عايز والله يظهر تحت مثلا كلمه حريمي 2، وبعدين تعمل حفظ. ولو رجعنا بقى دلوقتي على الستور بتاعنا وعملنا ريفرش مثلا لحريمي 2، فزي ما انت شايف قدامك دلوقتي المنتج ظهر عندنا بالفعل في القسم بتاع الحريمي، فاهم؟ فطبعا انت كل ما بتحدد بقى من هنا القسم، يعني انت من هنا ممكن على الاقسام هنا تحدد حتى انه يظهر في كذا قسم مش في قسم واحد، فانت عن طريق ان انت بقى بتحدد ان المنتج ده انا عايزه يظهر في قسم كذا هيظهر لك على طول في القسم اللي انت حددته فيه او ربطته بيه. طيب يا عم احمد، ولما يجي لي بقى اوردرات انا المفروض اشوفها فين؟ بسيطه، كل عليك هنا انت تيجي على كل الطلبات وبتشوف هنا الاوردرات اللي جات لي، زي ما انت شايف كده ان في اوردرات بالفعل عندي على المنصه، تمام، كويس اني ما حبيتش عشان برضو بيانات الناس. طيب ولو انا عندي مثلا جالي مثلا طلب مفقود مثلا او العميل ما عرفش يدخل بيانات، بيظهر لك هنا زي ما انت شايف كده، فاهم؟ طيب في حاجه بقى طبعا حاجتين جداد مثلا ايزي اوردر طبعا اضافته ما لهمش علاقه بالفيديو ولكن هشرحهم لك برضو عشان تستفيد بيهم. هي اول حاجه معرض الخدمات، انت هنا ممكن تخش وتشوف الناس بتقدم ايه، مثلا خدمه انت محتاج زي انا مثلا بقدم خدمه هنا اهو ان انا بظبط لك المتجر بتاعك ب 1000 جنيه، فاهم؟ بس ولكن انا بظبطه من ناحيه الاكواد البرمجيه والحاجات اللي انا بضيفها ان هي بتحلي الشكل بتاع الستور، فاهم؟ ممكن بقى لو عايزين بقى نعمل لك ستور كامل من الالف الى الياء توصل تحت عن طريق رابط التواصل موجود تحت في الديسكربشن. بس كده يا سيدي، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان الفيديو كان فيه افاده ليكم. لو حبيت برضه ان اشرح حاجات بتفاصيل اكتر لان طبعا مش عايز الفيديو يطول، اكتب تحت في التعليقات وانا اشرح لك كل حاجه. حابب بقى ان انا مثلا نعمل كول مع بعض او نتواصل مع بعض او اشرح لك كل حاجه بشكل مفصل ليك انت شخصيا، تواصل معايا عن طريق اللينك التواصل بتاعي او لينك الموقع بتاعي، تنزل تحت تلاقي الموقع بتاعي فيه الخدمات اللي انا بقدمها وفيه الاسعار، لو حبيت طبعا تتعاون معايا. سبحان الله سبحان الله العظيم، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.